لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، والنسخة دي سواء كانت واتساب الذهبي، واتساب جي بي، واتساب لازم انجح، واتساب اور سي، واتساب الدلتا، اي نسخة من النسخ اللي احنا عملنا لها تحديث من فترة او تحديث الفترة ديت، تمام. فانا جايب لك نسخة جي بي تحديث جديد، وكمان حلينا مشكلة عدم وصول الإشعارات لبعض الأجهزة. يعني مثلا في ناس بتكون مفعلة الإشعارات على الموبايل بتاعه على الواتساب، ولما حد بيبعت لهم رسالة ما بيجيلهمش إشعار إن الرسالة دي وصلت لهم، ولكن بيجي لهم لما بيفتحوا ويدخلوا على تطبيق الواتساب ويفتحوه بيبدأ يجي لهم إشعار. بفضل الله تم حل المشكلة ديت اللي هو عدم وصول الإشعارات، وكمان حلينا مشكلة الثيمات. الناس اللي بتشتكي النسخة ما فيهاش ثيمات، النسخة عايزين فيها ثيمات، فأنا جايب لكم النسخة دي فيها أكتر من 4000 ثيم تقدر تبدل بينهم، تمام. احنا هنتعرف على النسخة وبعد كده هقول لك الباسورد بتاع فك الضغط وتفكها ازاي، تمام. كده كده انتوا عارفين لان انتوا منزلين التحديثات بتاعتنا كلها، تمام. كل اللي علينا هندخل على الواتساب جي بي، ادي زي ما انتم شايفين احنا مغيرين الثيم، تمام. طيب هنشرح شرح بسيط كده على طول. هنا طبعا لو انت حابب تضيف اكتر من رقم، هنا لو انت حابب تعمل الوضع الفاتح او الداكن او الكلام ده كله، بس احنا كنا مختارين الثيم ده فهتلاقيها مش ظاهره معانا قوي، تمام. هنا لو حضرتك عايز تعمل وضع الشبح برضو نفس النظام، مش ظاهر معانا قوي عشان تغيير الثيمات، تمام. هنضغط على الثلاث شرط هتلاقي تحديث جي بي واتساب، لو ضغطت عليها كده هتلاقي تحديث جي بي واتساب من اليوتيوب. لو ضغطت كده هيبدا يدخلك على قناتي على اليوتيوب وتقدر تتابع الفيديوهات الجديده اللي بتتكلم عن الواتساب والتحديثات، تمام. طيب هنرجع كده، هنرجع تاني نضغط على الثلاث نقاط او الثلاث شرط وهنضغط على تحديث واتساب جي بي برضو، وهنختار تحديث من قناة التليجرام. هتضغط كده هيبدأ يدخلك على قناتي على التليجرام برضو عشان تشوف التحديثات الجديدة وتشوف النسخ اللي بتنزل او الملفات اللي بتنزل بتاع النسخ او التطبيقات في قناتنا على التليجرام. هنرجع كده خطوة كده خطوة، هنضغط على الثلاث شرط وهنيجي نضغط على مميزات جي بي، تمام. هنضغط عليها. اول حاجة هننزل لتحت وهنجيب التحديثات وهنضغط على سجل التغيرات، تمام. هنضغط عليه بالشكل ده كده، هتلاقي هنا اصلاح مشكله وصول الاشعارات على بعض الاجهزه. يعني احنا كده عملنا اصلاح مشكله وصول الاشعارات على بعض الاجهزه، وكده الاشعارات هتجيلك عادي، مفيش اي مشكله، مش هتعاني من عدم وصول الاشعارات في الواتساب، تمام. وهنا برضو تحسينات اصلاحات الاخطاء وتحسينات طفيفه، يعني اتعمل فيها بعض التحسينات الطفيفه يعني، تمام. هنبدا نقول اوكي كده. بعد كده يا شباب هنرجع خطوه كمان وهنيجي عند الثيمات، هنضغط على الثيمات، تمام. وهنقول تحميل الثيمات. زي ما انتم شايفين هنا اجمالي الثيمات 3000 او 4032، اجمالي الثيمات 4032 ثيم، تمام. دي كلها ثيمات انت لو حابب تشغل. يعني انا ممكن اجي اشغل الثيم الاحمر ده، هضغط عليه كده وهقول له حسنا، تمام. كده اتحمل معايا الثيم وبقى شغال معايا زي الفل. طيب هنضغط على الثلاث نقاط تاني وهنجيب مميزات وهنيجي عند الثيمات، تمام. وهنجيب تحميل الثيمات، تمام. دي كلها ثيمات اهيت. خلينا نختار الثيم ده مثلا، هنقول له حسنا، هيبدأ يتغير معايا برضو الثيم زي ما انتم شايفين. شايفين شكل الواتساب بقى جميل ازاي. طيب هنضغط على الثلاث شرط تاني ونجيب مميزات وهنيجي عند الثيمات وهنيجي تحميل الثيمات. هنقعد نبحث كده نشوف اي ثيم يكون مختلف شوية. طيب ممكن نجيب الثيمات دي مثلا اهيت، نختار الثيمات ده ونقول له حسنا، تمام. هيبدأ يشتغل معايا زي ما انتم شايفين اهوت، تمام. هنضغط على الثلاث نقاط ونجيب مميزات ونجيب الثيمات تاني وتحميل الثيمات. هنقعد بقى ندور كده وتشوف الثيم اللي يعجبك وابدأ ايه اعمله. ممكن نختار الثيم ده ونقول له حسنا، تمام. هيبدأ يتغير معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. يعني الثيمات عندك 4032 ثيم، 4032 ثيم تقدر تبدل منهم مفيش مشكلة. احنا كده حلينا لك مشكلة الثيمات وكمان حلينا لك مشكلة الاشعارات، تمام. بعد كده نضغط على الثلاث نقاط ونجيب المميزات. هنضغط بقى على الحماية والخصوصية. هنا اخفاء اخر ظهور لو انت حابب تفعله، تجاوز المشاهدة المرة الواحدة لو حابب تفعلها، اخفاء ان الرسالة محولة، اخفاء عداد الرسائل للمجموعة، تمام. زي ما انتم شايفين اهو تفعيل ستايل الحالات الجديدة، اخفاء مشاهدة الحالة، منع حذف الحالات، اخفاء زر اعادة النشر بالشكل ده كده، اخفاء زر التحميل، اظهار الرسالة المعدلة، منع حذف الرسائل، حذف لدى الجميع، اظهار تاريخ الرسائل والحالات المحذوفة،
اهيت الدردشات التي لم يتم قراءتها، عايز تفعل براح اظهار صحيح الازرق فقط بعد الرد، زي ما انتم شايفين بالشكل كده، زي ما انتم شايفين المميزات الجميله. تمام، هنرجع كده تاني نجيب الشاشه الرئيسيه ونختار البار العلوي. تمام، ستايل بار التنقل، هنختار بقى مثلا نشوف اللي انا محتاجه ايه. تمام، خلينا اي او اس. تمام، بالشكل، شوف شكلها جميل ازاي السمات. تمام، يعني حاجه بصراحه جميله جدا. تقعد بقى تختار اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله. تمام، هنضغط هنا تاني نجيب اي او اس. تمام، هنا طبعا لو انت فصل المحادثات الشخصيه والجروبات وضع اسمي. تمام، لو انا عملت كده خلاص هي جي بي واتساب، لو عملت كده اسمي هيتضاف عادي، مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين اهو، هنا وضع الشبح، هنا اظهار ايقونه الكاميرا زي ما انتم شايفين كده، ظهرت اهي كده، اختفت كده، ظهرت معانا. تمام، هنا اخفاء صوره الملف الشخصي. بقى في حاجات جميله جدا في النسخه، ولكن كان المهم عندكم دايما اللي كنت بتسال عنه هي قصه حل مشكله عدم وصول الاشعارات والثيمات. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت الثيمات 4032 ثيم، مفيش اي مشكله. طيب نبدا بقى نحدث النسخه دي ازاي. كل اللي عليك هتدخل على قناتنا على التليجرام. تمام، الرابط بتاعنا هسيبه لك في وصف الفيديو. تمام، هيبدا يظهر معاك بالشكل كده، هو تم حل مشكله الاشعارات والثيمات. هتضغط عليه بس ضغطه كده بالشكل ده كده، وهتبدا تختار زد ارشيف فقط. يعني دايما الناس اللي بتدخل تقول لي زد ارشيف بيقول لي الملف تالف، ما بيقول لك الملف تالف. لو انا دلوقتي اخترت زد ارشيف استخرج الى اسم الارشيف، ضغطت عليه بالشكل ده كده. تمام، وضغطت كده، بص هيقول لي ايه، واضغط كده واضغط كده، الارشيف تالف. تمام، فانا مش هختار الخطوه دي. تمام، كل اللي انا هختاره ايه، هختار اللي هو زد ارشيف. هضغط كده مره واحده واختار زد ارشيف فقط، اللي هي الاخيره دي، زد ارشيف فقط، ما فيهاش كلام بالعربي. الثانيه فيها عربي وانجليزي، ولكن دي فيها انجليزي بس، هنضغط على فيها انجليزي بس اهيت. وهنا تم حل مشكله الاشعارات والثيمات، هنضغط عليها جي بي رقم 2. هنبدا نضغط عليه واتساب جي بي بالشكل كده. حضرتك بقى لو انت مثبت جي بي او واتساب الذهبي او الباشا والدلتا او ار سي او اي نسخه من اللي احنا نزلنا لها تحديث، تبدا تعمل لها تثبيت. هيطلب منك هنا كلمة المرور 12 يعني 1 2 1 2 اهي 1 2 1 2 12. وهنقول حسنا، هتبدأ تفتح معايا النسخة. هبدأ أضغط على أداة تثبيت الحزب. تمام، هبدأ أقول له تحديث، هيبدأ يحدث معايا النسخة عادي، مفيش أي مشكلة، عشان تحل لي مشكلة الثيمات ومشكلة الإشعارات. تمام، هنبدأ نقول فتح. طبعا ضروري جدا ان حضرتك لازم تدخل على الثلاث نقاط وتضغط على تحديث جي بي واتساب، وتختار تحديث جي بي واتساب من اليوتيوب بالشكل ده كده، وتبدأ تعمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة اللي بتتكلم على الواتساب وكمان التحديثات الجديدة. تمام، هنرجع كده، هنرجع تاني، هنضغط على الثلاث نقاط تاني، تحديث جي بي واتساب هنضغط عليه، تحديث من قناتي على التليجرام. لازم ومهم جدا تشترك في قناتي على التليجرام، قناة لازم انجح عبد الله الباشا، قناتي على التليجرام، عشان برضو توصل لك كل جديد عن الواتساب والتحديثات وكل ما يخص الواتساب. وكمان الملفات كلها بتاعت الواتساب والنسخ بنحطها في قناتنا على التليجرام. يعني النسخه اللي انا هسيبها لك دي هسيبها لك في قناتي على التليجرام. تمام، هنرجع خطوه تاني، هاكد لكم اهوت 3 نقاط. مميزات جي بي هنضغط عليها، الثيمات هنضغط على تحميل الثيمات، عندك 4032 سيم، السيم اللي يريحك ابدا ثبته. انا بعيد في الكلام مع ان ده بيضايق ناس كتير قوي يعني. تمام، بس انا عشان افهمك ممكن اختار الثيم ده واقول له حسنا، هيبدا يتغير معايا. تمام، وبس كده يعني هتلاقي الدنيا معايا زي الفل. وكده مبروك عليك الواتساب بعد ما تم حل مشكلة عدم وصول الإشعارات وكمان حل مشكلة الثيمات. أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.